المشاهدون الأكارم، أسعدتم أوقاتنا لما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يفتتح مهرجان إريتريا 2025. دورة تدريبية للمهنيين الزراعيين في عد أيح وصنعاء. المشاركون في الحملة التنموية الطلابية الصيفية بعد خالة ينجزون أنشطة فعالة. أذربيجان وأرمينيا توقعان اتفاقا تاريخيا برعاية أمريكية. الهند والبرازيل ترفضان حرب الرسوم الأمريكية وتؤكدان على التعددية. والرئيس الصيني سعيد بالجهود الأمريكية الروسية لتحسين العلاقات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. افتتح فخامة الرئيس إسياس أفورقي رسميا صباح اليوم 9 من أغسطس مهرجان إريتريا 2025 بأرض المعارض الأكسبو في أسمرة. حضر حفل الافتتاح الذي تضمن رقصات تقليدية جاذبة وجميلة وأغاني شعبية للقوميات الإريترية التسع، الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والسفراء والدبلوماسيين، فضلا عن العديد من المواطنين من الداخل والخارج. وقام فخامة الرئيس إسياس أفورقي برفقة كبار المسؤولين بجولة تفقدية في قرى الأقاليم ومنتجات الفنون والابتكار والحرف اليدوية ومنتجات الشركات والمحتويات الأخرى، واستمع لشرح المشرفين والخبراء. يشمل مهرجان إريتريا 2025 الذي يستمر حتى 17 من أغسطس الرقص والموسيقى التقليدية والتراث الشفهي ومعارض الابتكار والحرف والمساكن التقليدية وبرامج الأطفال وعروض الأفلام المنتجة محليا ومعارض الكتب والمبيعات والمعارض والبازارات ومعارض اللوحات والندوات. نظمت دورة تدريبية من 6 إلى 10 من أغسطس في عد أيح للمهنيين الزراعيين القادمين من مديرة عد أيح وصنعاء، تطرقت عن تنمية بذور البطاطس. وقد ركزت الدورة التدريبية على العناية ببذور البطاطس ابتداء من اختيار التربة وحتى التخزين، وكذلك فوائد البطاطس وأهمية الأسمدة الطبيعية في تنمية بذور البطاطس. تم التوضيح في التدريب بأن أفضل بيئة لإنتاج وتنمية بذور البطاطس هي على ارتفاع 2200 متر فوق مستوى سطح البحر، مما يعني ذلك ملائمة المديريتين لتنمية البطاطس لكونهما أعلى من هذا المستوى. ودعا خبير تنمية الخضروات والفواكه في الإقليم الجنوبي السيد أبراهام سيلوم إلى تعزيز دور الخبراء الزراعيين والإداريين لرفع مستوى الوعي والاستفادة من المزارعين الجدد. كما دعا مسؤول فرع تطوير المحاصيل السيد تخلو براخي الخبراء والمزارعين، دعاهم إلى تعزيز العلاقة بينهم ومشاركة المعرفة المكتسبة مع المزارعين الآخرين. يقوم 493 من رواد حملة التنمية الصيفية بالطلاب بينهم 241 طالبة بأنشطة فعالة في 8 نقاط تنموية بمديرية عد خالة، وتمثلت الأنشطة على الحفاظ على المياه والتربة تحت إشراف الخبراء. وأفاد ممثل سلطة الغابات والحياة البرية السيد تخلى مريم هيلم أن الطلاب الذين يعملون منذ 7 من يوليو قاموا حتى الآن ببناء 84 كيلومترا من القنوات الحوضية و3972 مترا مكعبا من الجوائز المائية، وحفروا 12645 حفرة للتشجير. وفي غضون ذلك قدم قائد شرطة الإقليم الجنوبي الرائد ملأكي جبر مريم سمينارا تنويريا حول القوانين المرورية للطلاب المشاركين في حملة التنمية الصيفية بمديرية مندفرة. وأشار إلى أن بعض المخالفات والحوادث في الإقليم يرتكبها الشباب وخاصة الطلبة، ناصحا إياهم بالالتزام بقواعد المرور، لأن الالتزام بقوانين المرور يلعب دورا كبيرا في تجنب الحوادث وتفادي العواقب. إلى جانب ذلك اتخذت شرطة المرور في الإقليم الجنوبي بالتنسيق مع سلطة الغابات والحياة البرية والإدارات اتخذت إجراءات لازمة لإزالة الأشجار التي كانت تنمو على طول جانبي الطريق
وتصعب رؤية الإشارات واللوحات المرورية، وذلك حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإريترية إيرينا. قدم مكتب الزراعة في مدينة عتك ليزان تدريبا على بذور البطاطا الحلوة للمزارعين المثاليين من جميع دارات الضواحي. وذكر مسؤول المكتب السيد صحي قبر مدهن أن التدريب الذي نظم يومي 4 و5 من أغسطس كان استمرارا للجهود المبذولة من أجل زيادة الدخل والإنتاجية الزراعية، مشيرا إلى أن البطاطا الحلوة غنية بالعناصر الغذائية ويمكن طهيها بطرق متنوعة. وأفاد خبير تنمية الخضروات والفواكه الشاب داويت فوتو أنه لم يكن لدى مزارعي المديرية أي معرفة بالبطاطا الحلوة، لذلك هدف تنظيم هذه الدورة لرفع المعرفة والوعي قبل الشروع في العمل على إدخال زراعتها في المجتمع. وأضافت مسؤولة تنمية البذور في فرع الزراعة بإقليم عنسبة السيدة كبرى قبر مسقل أن البرنامج هو جزء من استراتيجية الغذاء المغذي للجميع، وحثت العائلات على الاستفادة من إمكانية زراعة البطاطا الحلوة في الشوارع أيضا. وعلى الرغم من أن بذور البطاطا الحلوة يتم إدخالها إلى منطقتهم لأول مرة، إلا أن المزارعين أكدوا أنهم يستطيعون الحصول على نتائج جيدة مستفيدين من المعرفة التي اكتسبوها من الدورة التي حصلوا عليها. قام موظفو المؤسسات الحكومية في الإقليم الأوسط بمبادرة التبرع بالدم في 7 من أغسطس الجاري لإثراء احتياطي بنك الدم الوطني. شارك في التبرع موظفو قسم القانون والرقابة بالإقليم الأوسط ومنتسبو الدفعة 25 لمدرسة نعفة للعلوم الاجتماعية، بالإضافة إلى المواطنين القادمين لقضاء إجازاتهم من خارج البلاد. وذكر المتبرعون أنه إلى جانب الشعور بالرضا تجاه إنقاذ الأرواح عن طريق التبرع، فهو أيضا وسيلة لمعرفة حالتك الصحية، مناشدين المواطنين المقيمين في الخارج للمشاركة في مبادرات مماثلة عند زيارتهم للبلاد. أوضح مسؤول عيادة أوملي في ضاحية أيرومال بمديرية فورم مساعد التمريض الممرض محمود صالح أن تغطية التطعيم في العيادة زاد بنسبة 14% في النصف الأول من عام 2025. وذكر أيضا ارتفاع عدد النساء الحوامل اللاتي وضعن حملهن في العيادة بنسبة 12%، وعدد النساء الحوامل اللاتي راجعن العيادة بنسبة 7%، وعدد النساء الحوامل اللاتي استفدن من صالة انتظار الولادة بنسبة 75%. وأضاف أنه سيتم تقديم لقاح جديد ضد التهاب الكبد الوبائي هذا الشهر، والذي يتم إعطاؤه خلال 24 ساعة من الولادة، مشيدا على أهمية المشاركة الفعالة للوالدين. تقع عيادة أوملي على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب بلدة فورو، وتخدم سكان إدارات ضواحي أيرومالي ودينانلو ووادي حداس ومالكم. مشاهدينا، كانت هذه تفاصيل الأنباء المحلية، وفاصل قصير من ثم نعود نوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. وقعت أذربيجان وأرمينيا اتفاق سلام بوساطة أمريكية خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف الاتفاق بالتاريخي. وقال ترامب قبل توقيع الاتفاق: نجحنا في تحقيق السلام بين أذربيجان وأرمينيا بعد عقود من النزاع، مضيفا أن وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والمسؤولون الآخرون قاموا بجهود رائعة لتحقيق اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وقال ترامب الذي توسط رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قبل التوقيع الفعلي على وثائق الاتفاقية إن شركات أمريكية تستثمر في أذربيجان وأرمينيا بمبالغ كبيرة، وهذا سينعكس إيجابا على وضع البلدين. ومن المتوقع أن تتضمن الاتفاقية حقوق تطوير حصرية للولايات المتحدة في ممر عبور استراتيجي عبر جنوب القوقاز أطلق عليه اسم طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين. تعهد زعيما البرازيل والهند الدفاع عن التعددية بعد أن
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية عقابية على واردات من البلدين. جاء ذلك في محادثة هاتفية بين الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد يوم من إعلان ترامب بفرض رسوم بنسبة 50% على سلع هندية وأخرى برازيلية. وأعلنت الرئاسة البرازيلية أن الزعيمين أكدا على ضرورة الدفاع عن التعددية ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها حرب الرسوم الجمركية وفق ما نقلته وكالة فرانس براس. ودخلت الدفعة الأولى من الرسوم الجمركية بنسبة 25% على السلع الهندية حيز التنفيذ، ومن المقرر أن تدخل الرسوم الإضافية البالغة 25% حيز التنفيذ خلال 3 أسابيع. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكد أن بكين تشعر بالرضا عن سعي موسكو وواشنطن لتحسين علاقاتهما حسب ما ذكر الإعلام الرسمي. ومن المقرر أن يعقد بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة تهدف لإنهاء حرب أوكرانيا. وأكد الطرفان على أن التحضيرات للقمة جارية وألمحا إلى إمكانية عقدها الأسبوع المقبل رغم عدم تحديد موعد ولا مكان لها وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وقدم بوتين إيجازا لشي عن وضع الاتصالات الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا كما عن الوضع في أوكرانيا. ونقل شبكة CCTV عن شي قوله لبوتين إن الصين سعيدة لرؤية روسيا والولايات المتحدة تحافظان على اتصالاتهما وتحسنات علاقاتهما وتدعمان تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية. انطلقت في العاصمة الصينية بكين فعاليات مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 بمشاركة أكثر من 200 شركة رائدة من مختلف دول العالم تعرض ما يزيد على 1500 ابتكار، من بينها أكثر من 100 منتج متطور يكشف عنه للمرة الأولى بزيادة تقارب الضعف مقارنة بالعام الماضي. وذكرت قناة الصين المركزية أن المؤتمر يقام تحت شعار جعل الروبوتات أكثر ذكاء وجعل الوكلاء المجسدين أكثر ذكاء، ويتضمن منتديات ومعارض ومسابقات وفعاليات للتواصل. كما يركز المؤتمر على تعزيز قدرات الروبوتات على الإدراك واتخاذ القرار باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتصميمها وتوافق برمجياتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون بين الروبوتات والبشر أيضا، ووضع معايير صارمة للسلامة والأخلاق. مشاهدينا، ختاما لنشرة هذا المساء هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يفتتح مهرجان إرتي 2025. دورة تدريبية للمهنيين الزراعيين في الضايح والصنعفين. المشاركون في الحملة التنموية الطلابية الصيفية بعد دخال ينجزون أنشطة فعالة. أذربيجان وأرمينيا توقعان اتفاقا تاريخيا برعاية أمريكية. الهند والبرازيل ترفضان حرب الرسوم الأمريكية وتؤكدان على التعددية. والرئيس الصيني سعيد بالجهود الأمريكية الروسية لتحسين العلاقات. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا في كل مكان إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذا تحياتي وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.